السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غادي نصايب معكم اكله خفيفه وظريفه ولذيذه في نفس الوقت. عندي ستيك ديال الدجاج، شامبينيون معلب، الا كان طري من الاحسن. عندي لا كريم فريش، البزار، موطارد، الحامض والثومه. انا ديجا الملح ستيك غسلته بالملحه. دابا غادي نبداو بسم الله. غادي نحكو دريس ديال الثومه، ساهله هاد الوصفه، كتجي لذيذه بزاف. يعني سير اخر لحظه واش دير الغديوه ديالك ولا العشيوه. ندير المطارد، غادي نعصرو شويه ديال الحامض، ماشي نص حامضه كلها، غير شويه منه. غادي نديرو شويه ديال البزار، يعني خفن زربن. هنا غادي نخلطو ونخليوه واحد 10 دقائق هكا مشربن الستيك ديالنا، حتى كيشرب داك المطارد والثومه والحامض. هذا كنصوطيوه صافي. دابا غادي نضيفو الزبده باش نديرو الستيك ديالنا. معلقه ديال الزبده كبيره. بسم الله. دغيا كيطيب. صافي دابا من بعد ما طاب غنطفي عليه، نزيدو من المقله وغادي نضيف شامبينيون. غنديو ونجيبوه واحد 5 دقائق ما كاملينش في نفس المقله، ما نديرو فيه لا عطريه لا والو. صافي وغادي نضيفو عليه لا كريم فريش كيف ما شفتوا. كيجي رائع هاد الطبق. ها هو الطبق ديالنا من بعد ما وجد، ديال الستيك مع الشامبينيون ولا كريم فريش، ورافقناه بهاد الشلاضه ديال الروز. هذا الروز راه حتى هو حاطاه لكم في صندوق الوصف، كيجي لذيذ بزاف وكيجي زوين.
وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. تنساوش ديروا شي كومونتير زوين في حالكم.